فالبدايه ديال الفيلم ديالنا اليوم كنلقاو واحد المسجون كالس في الحبس ديالو هيكول عادي، وفجاه كتجيه واحد فكره خايبه جريئه بزاف. وملي العساسه كيمشيو كيحرك الناموسيه ديالو دغيا وكيبدا يحفر في الحيط. كيدخل من ديك الثقبه اللي دار. فديك اللحظه المأمور كيكون كيفتش في الحبس اللي حداه وكيلاحظ باللي الراجل اللي تما ناعس فوق الناموسيه ما كيتحركش، كثره ما نعاس وثقيل. من بعد كيقول باللي غتكون شي عمليه كبيره غادا تدار مورا الحبس، وداكشي علاش العساسه ما غاديش يديروا الدوريات لي غوند لمده شهر جاي. وبطبيعه الحال هذه خبر مزيانه بزاف، حيت المسجون مازال ما سالاش الحفير في النفق. وملي كيمشيو كنكتشفوا باللي داك الراجل اللي كان ناعس كان غير كيمثل باللي نعاس وثقيل باش يخلي العساسه يهضروا قدامه على راحتهم. ومن بعد كيكملوا الحفير. وبما ان الحبس مبني فوق جزيره، الهدف ديالهم هو يحفروا جهه البحر باش ملي يهربوا يتفادوا العساسه ويعوموا نيشان في البحر. وواخا القسيس الكاهن هذه 14 عام وهو كيحفر، كيكتشف باللي كل داكشي كان كيحفر في الاتجاه الغلط وخلاهم يبدلوا الاتجاه ديالهم ويبداو من الاول وجديد. وهكا جوج بيهم كيحفروا نص متر كل نهار، وهذا الشيء كيعني باللي غادي ياخذوا تقريبا 10 سنين. وهما كيهضروا على التراب كيجي العساس على غفله باش يوصل الماكله، والراجل كيتخبى بالزربه وكيرجع للحبس ديالو. تما كيبقى يفكر شويه وكيوصل لواحد الفكره مزيانه بزاف. كيهز طبسيل الماكله وكيقول للعساس باللي هرسوا بالغلط، وواخا هذا الحبس ما كيسمحش للمساجين يخرجوا كيسمحوا لحوايج اخرين مختلفين. وهذا الشيء كيخلي العساس يجيب ليه طبسيل اخر جديد دغيا. وبهذه الطريقه كيحفروا بالزربه اكثر. ولكن واحد النهار الراجل وهو كيبدا يحفر كيلقى المدخل ديال النافق كيريب فجاه والحجر كيطيح عليه. القسيس كيسمعوا وكيجري باش يعاونوا، ولكن وهو كيحفر كيتخنق بكميه كبيره ديال التراب، ولكن كيزير على راسه وكيعاون الراجل الاخر. وملي كينقذوه بجوج بيهم كيتعانقوا، حيت هذه سنين وهما مجموعين لدرجه ولاو بحال الاب وولده. وكنعرفوا حتى باللي القسيس كل نهار كيعلم الراجل شي حاجه جديده من المعلومات اللي عنده، وكيعرف باللي صاحبه هو اللي لفق ليه التهمه وحبسه ودا ليه مرته. وداكشي علاش الراجل باغي ينتقم. في واحد النهار الراجل وهو جالس كياكل كيسمع صوت القسيس كيعيط ليه، كيلقاه ما قادرش يتنفس حيت شرق بكميه كبيره بزاف ديال التراب وكيبان عليه باللي ما غاديش يقدر يعيش. كيقول ليه يحاول يحل الطوبه المهرسه اللي في الحيط ويجبد الورقه اللي لداخل، وكيقول ليه باللي هذيك خريطه ديال كنز، وكيحكي ليه باللي كان هو الكونت ستيوارت شحال هادي، ولكن وقعوا ليه مشاكل وتشدوا عليه باش ياخذوا ليه الكنز ديالو. ولكن دوك الناس ما عارفينش باللي مخبيه مزيان بزاف. ودابا كيطلب من صاحبه يمشي ياخذ الكنز ملي يخرج. لغد ليه الراجل كيسمع صوت رجلين العساسه، وملي كيشوف من الثقبه كيعرف باللي القسيس صافي مات. من بعد المأمور كيطلب منهم يرميوا الجثه ديال القسيس في البحر. وملي كيمشيو الراجل كيدخل وكيجبد جثه القسيس وكينقلها للحبس ديالو وكينعس هو في بلاصه القسيس باش العساسه ياخذوه هو في بلاصتو. من بعد كيقص شعره وكيحطو على راس القسيس وكيغطيه. وملي كيسالي كينعس هو في بلاصه القسيس. العساسه كيجيو وكيهزوا الجثه بلا ما يقلبوها. من بعد كيوصلوا للسطح وكيربطوها بالثقال باش يمنعوها تعوم فوق الماء. من بعد كيرميو الجثه في البحر من الفوق. الراجل ملي كينزل الماء كيهز الخنجر اللي صاوب وكيقطع الخنشه ديال الثوب اللي ملفوف فيها وكيطلع الفوق بالزربه. اول ما كيرد النفس كيقطع الكره ديال الحديد اللي مربوطه بالجسم ديالو وكيبدا يعوم. في ذاك الوقت العساس كيمشي يوصل الماكله للحبس ديالو، ولكن كيلقاه ما كيتحركش. كيسحابو ناعس ولكن كيدخل ويبسطو. وملي كيهز الغطا كيلقى جثه القسيس. كيعيط للمأمور دغيا. وملي المأمور كيوصل كيشوف في الحيط وكيلقى المأمر اللي بين الحبوسات بجوج. وعبال ما كيكتشفوا هادشي كامل الراجل كيكون صافي وصل للشط. واخا هرب من الحبس كيكون مازال ما وصلش للجزء الصعيب حيت قرر ينتقم ويقلب على الكنز. ولكن الاول خاصو يبدل حوايج الحبس، وإلا شافوا شي حد غادي يقتلوه. كيدخل لواحد الفيرما وكيسرق منها الحوايج. وملي كيشوف راسو في المرايا كيتصدم حيت شكله تبدل على الاخر من بعد 15 عام ولا كيشبه على المشردين. لغد ليه كيرجع لبلادو باش يشوف باه، ولكن كيكتشف باللي مات شحال هادي. كيمشي للمقبره وكيعرف من عند القسيس باللي باه مات بالفقصه على ولده، وكيلقى قبر عليه سميتو حدا قبر باه. وكيفهم باللي الناس اعتبروه مات بالباه ب10 سنين، وكيفهم باللي عدوه هو اللي دار هادشي وبسباتو باه مات. وملي كيمشي يشوف مرته كيعرف باللي ماشي غير تزوجت مره اخرى، لا زادت نقلات باريس. وهو غادي كيلقى شي عساسه غادين ومعاهم واحد المسجون كيزيد يجري قبل ما يشدوه. فجاه المسجون اللي معاهم كيجري للبلاصه اللي الراجل متخبي فيها، والعساس كيجري موراه كيهجم على العساس وكيعاون المسجون يهرب. من داك الوقت والمسجون كيبقى تابعه حتى لاش تلاقاو عساسه اخرين كيتخباو في واحد الكروسه الكارو. ومن هضرته مع المسجون كيعرف باللي كان بحار خدام في التهريب، وداكشي علاش شدوه والبابور ديالو حبسوه في المينا. ملي الراجل كيسمع هادشي كتجيه فكره، وكنعرفوا هنا باللي كان خدام قبطان مع شركه ديال البابورات وكيعرف يتحرك بالبابور. من بعد بجوج بيهم كيمشيو للبابور والمسجون 4/26 كيجيب معاه ولد خدتو وكيتفقوا يمشيو لطلامون. كيلقاو باللي كاينه شي عاصفه داخله عليهم وخاصهم يمشيو لجهه قصر مونتي كريستو اللي بعيد ب10 كيلومتر. ملي كيوصلوا كنفهموا باللي الراجل جا لهنا باش يقلب على الكنز. كيدير راسو كيصيد ولكن في الحقيقه هو كيقلب على الكنز. ملي كيجبد الخريطه كيلقى باللي واخا يتمشى ما كيحسش باللي البلاصه هي هذيك. ديك الساعه البحار كيجي عنده وكيقول ليه خاصهم يكملوا طريقهم ما حد الجو تقاد. كيضطر ياجل موضوع الكنز، ولكن غير كيركب في البابور كيلقى فوق الجبل جوج حجرات كبار
البار دايرين بحال البيبان بين الحجر. كيحفظ البلاصه في عقله. من بعد شويه كيوصلوا كياكلوا وكيستراحوا، وبالليل كيفكر في الكنز وكيحس باللي اكيد كاينه شي حاجه متخبيه تحت دوك جوج حجرات. كيهز فلوكه صغيره وكيرجع. ملي كيقلب شويه اخيرا كيلقى واب بصح، وملي كيحرك الحجر كيلقى ثقبه قدامه. كيدخل لداخل وكيلقى الكنز بصح، وملي كيشوف الصنايق ديال الذهب والمجوهرات كيتفاجأ حيت هاد الثروه هي اللي غتعاونو ينفذ الخطه ديالو وينتقم. من بعد شي ايامات كيتحول للكونت، كيمشي الاول للكنيسه يعترف، ومن بعد كيرسل كادو للبحار وكيعطيه جوج بابورات كبار وثلاثه ديال الديور، وكيطلب من الراجل يتلاقى به في لوطيل. وملي كيخدموا معاه حيت عارف باللي صعيب ينتقم بوحدو، اول حاجه كيديرها هي كيرسل فلوس لصحاب الفيرما وكيقول لهم مقابل الحوايج اللي خدا. وملي هو وصاحبه كيتلاقاو تاني كيقول ليه باللي غادي يدير شي حوايج خطيرين، ولكن في المقابل غادي يعطيه فلوس مزيانه بزاف. وباش يقنعوا كيحكي ليه كلشي داكشي اللي وقع معاه، وارثر كيوافق يعاونو بصح. من بعد كيمشيو يقلبوا مورا فيلفورت اللي حبسوا سنين هادي. كيكتشف باللي ولا ناجح في حياته ولا المدعي للرعم في باريس. وملي كيدخل لبيت السجلات وكيقول باللي جاي يكتب مقاله على المساجين السياسيين، وتلاقى في البحث ديالو بواحد سميتو ادمون دونتيس اللي تحبس بلا محاكمه، ولكن الموظف اللي تما كيرفض وكيقول باللي هادوك معلومات سريه بزاف. ولكن الموظف غير كيسمع سميه فيلفورت كيتوتر وكيعتذر ليه وكيوافق يعطيه الملف. وملي ادموند كيحل كيلقى الرساله اللي خلاته يتسجن ظلم، وكيلقاها ما مسنياش ولكن مكتوب عليها سميه بار معين، وما كيكونش فاهم علاش مول البار دار معاه هكا. كيهز الرساله وكيحط في بلاصتها جورنان في الملف. وملي كيخرج كيهز ارثر وكيمشيو نيشان لذاك البار باش يفهموا شنو وقع، ولكن كيلقاو باللي الراجل اللي شهد فيه زور ما بقاش خدام تما وباع البار هادي 4 سنين وفتش لوطيل. ما كيكذبوش خبر وكيمشيو للوطيل نيشان. وبما ان ادموند تبدل الراجل ما كيعرفوش في الاول. ادموند كيعطيه الرساله، وملي الراجل كيقراها ما كيتفاجاش وكيعرف باللي ادموند اللي المفروض مات سنين هادي. كيطلب منه يسامحه وكيحكي ليه باللي اضطر يدير هكا وهو براسو ما قراش الرساله اصلا، وكلشي اللي دار هو انه وصلها لسميتو وصافي ما كثر. وملي ادموند كيسولو شكون السبب، الراجل كيعترف ليه باللي اللي كتبوا الرساله هما دونغلارز وفيرنون، وديك الساعه هو حاول يمنعهم ولكن هدوه. وادموند ملي كيسمع هادشي كيتغزز حيت بسبب التهم ديالهم هو تحبس لمده 15 عام وعاش حياه صعيبه بزاف. ديك الساعه الراجل كيقول ليه باللي من بعد ما غبر كان هو اللي كيتهلا به وكيوريه حوايجو اللي كانوا في الدار. ديك الساعه ادموند كيستغرب وكيفهم باللي دونغلارز دار معاه هكا باش ياخذ المنصب ديالو، ولكن ما كيبقاش فاهم علاش فيرنون دار هكا. الراجل كيحكي ليه باللي فيرنون تزوج خطيبه ادموند وبجوج عايشين مجموعين في باريس دابا. وادموند ملي كيسمع هادشي كيتغزز اكثر حيت كيفهم باللي خطيبته حتى هي خانته من بعد ما كانوا كيموتوا على بعضياتهم، وكيعرف من الراجل باللي هي اللي وجدات القبور ديالو وديال باه. كيحتار اكثر ملي كيسمع هادشي حيت يلاه دخل الحبس وما فهمش علاش كلهم تعاملوا على اساس انه مات. وملي كيهدن كيرجع للبار وكيعرض على الراجل يدير شي حاجه تكفر بها على داكشي اللي دار، وهي انه ينضم ليه وهو كينتقم. والراجل كيوافق وكيحكي ليه باللي دونغلارز دابا ولا موظف في البنكه، اما فيرنوند فخدام في السياسه وخدا لقب الكونت العام اللي فات. ادموند كيخليه يمشي لباريس ويجيب ليه معلومات عليهم وهما وفيليفورت، واول واحد كيقرر ينتقم منه هو دونغلارز. ادموند كيتلاقى به بصفته كونت مونتي كريستو وكيقول ليه باللي معاه مشروع استثمار ب 10 مليون دولار ولكن مأمنين، وهو في المقابل باغي 5 مليون كاش. ودونغلارز كيوافق دغيا. من بعد ادموند كيمشي يوجد الجزء الثاني من الخطه وكيمشي لبرج بيليغراف وكيدير المنوم للعامل وكيدخل للبيت وكيبدا الخطه ديالو. كيرسل معلومات غلطه وكيرسل محتوى او رساله والمحطة كترد 824 عالي. كيفيق العامل اللي ما كيشك في حاجة وكيسحب راسو شرب بزاف وصافي. وملي دانغلارز كتجيه معلومات من الرؤساء ديالو كيكتشف باللي كاينين مشاكل في اسبانيا وخاصو يبيع التأمينات بالزربة حيت اسعار الاسهم كتنهار، ولان الموضوع مفاجئ وعنده علاقة بالفلوس كينفذ التعليمات دغيا. فديك اللحظة ادموند كيظهر ودانغلارز كيسولو واش معاه تأمينات، وملي كيعرف باللي باعها كيتبسم حيت اول جزء من الخطة ديالو كان هو يخلي دانغلارز يفلس، ودابا الخطوة اللي موراها كانت هي يدمر السمعة ديالو. كيخلي مول لوطيل يجيب معلومات من مرته بخصوص الجرائم اللي دار. من بعد كيسلم الدليل للجورنان، والدليل كيكون فيه سجلات تجاره وتبديلات في البورصه في 3 سنين اللي فاتوا، وكيلقاو سحب مبالغ كبيره من الحسابات ديالو. ومرته دارت تجاره حتى هي عاونت الاسهم يتضاعفوا في يومين. والسبب اللي خلاه يدير هكا هو انه عنده ناس في الحكومه عاونوه يحافظ على الثروه ديالو. من بعد البوليس كيعرفوا الموضوع ودانغلارز كيتشد وكيتسجن، وهو في الحبس كتجيه رساله من ادموند وكيلقى فيها الرساله اللي كتبها بنفسه، وكيفهم ديك الساعه باللي كونت مونتي كريستو هو ادموند. وكيلقى حتى رساله اخرى ادموند كاتبها ليه وهو كيتشمت فيه. من بعد كيجي الدور ديال فيلفور. ادموند كيعرف باللي كان على علاقه بمرات دانغلارز وخلف منها حتى ولد، وباش ما يتفضحش فين داك الطفل هو حي. الخدامه شافت هادشي ونقذات الطفل ورباتو. من بعد الراجل وداك الطفل ومرات الخدامه كيرفعوا قضيه على فيلفورت في المحكمه، وبطبيعه الحال السمعه ديالو كتدمر وكيتحبس حتى هو. ودابا كيجي الدور ديال فيرناند وكيكون حاس باللي كيكرهو اكثر من جوج اللي فاتوا حيت ماشي غير حبسوه دازات سرق ليه خطيبته.
كريستو، وداكشي علاش كيوجد ليه خطه جهنميه. من بعد شي ايامات مرسيدس كيجيب حلقيات كادو من عند واحد باغي يتلاقى بها، وملي كتلبس دوك الحلقيات فرناند كيشوفها وهي كتقول ليه باللي كادو من عند كونت مونتي كريستو. وفرناند ملي كيسمع هادشي كيسولها واش باغا تولي العشيقه ديال الكونت، كتقول ليه باللي باغا غير تصاحب معاه وصافي. كيتعصب بزاف وكيضربها، والحقيقه هي انهم ما متفاهمينش مع بعضياتهم، وهي عافاه كيخونها ولكن مكمله على ود ولدها. من بعد كتمشي تلاقى بالكونت، وادموند كيستغرب ملي كيلقاها كتحاول تخبي وجهها، ولكن كيلاحظ الكدمه اللي في وجهها، وهو كيهضر معاها كتحس بحال الا سمعات صوته من قبل. من بعد كتسولو واش عمرو بغى شي حد من قبل، والحقيقه هي انها كتكون عارفته من الاول ملي شافته، ولكن ما باغيه تصدق. ولكن الجواب ديالو عليها كيأكد ليها باللي الشخص اللي قدامها هو ادموند بصح، الراجل اللي كانت كتبغيه بزاف شحال هادي. وديك الساعه كيجبد ساعه من جيبو كانت هي عطاتها ليه، وملي كتشوفها كتصدم حيت ما كانتش متخيله يخليها معاه هاد السنين كامله. ديك الساعه هو كيكون جمع كلشي الادله ديال جرائم فرناند، وكيعرف باللي سنين هادي كان يلاه جندي عادي، وباش يترقى ويوليو عنده الفلوس خان بلادو ووقف الصف العدو اللي واعدو بجوج صناديق ديال الذهب، ولكن بشرط يقتل واحد سميتو باشا. من بعد مور البار كيبلغ عليه. مرسيدس وولدها كيتصدموا حيت عمرها ما كانت متخيله باللي راجلها خاين. من بعد كتبدا المحاكمه. في الاول فرناند كينكر كلشي وكيقول باللي شي حد زور هادشي كامل. ديك الساعه كتجي بنت القائد الباشا وكتقول باللي هي بنت باشا ومعاها دليل خيانه الجنرال وقبول الرشاوي ديال العدو، وعليها حتى السينيور ديالو. وبطبيعه الحال ملي كيشوف هادشي كيفهم باللي كلشي سالا وكيخرج بهدوء. ومن بعد سنين ديال التخطيط ادموند قدر ينتقم بصح كما كان باغي، وملي كيرجع للكنيسه وكيشوف قبر باه كيستوعب باللي الوفاه ديال باه كانت مأساويه بزاف، وللاسف ما استمتعش بالفلوس والمنصب فتره شبابه. زيد عليها هو في سن كبير، ولده حتى هو ما كانش معاه، ودابا ادموند كيستراح من بعد ما انتقم لراسو ولباه. وملي كيمشي لمونتي كريستو تاني كيلقى مرسيدس تما، كيشوفوا من عندهم الحبس اللي تحبس فيه 15 عام، وكيتفكر حتى القسيس اللي كان كيعاملو بحال باه. وملي مرسيدس كتسولو شنو ناوي دير دابا كيقول ليها الجمله اللي القسيس قالها ليه من قبل، وهي انه الا بغى ينتقم الاحسن يحفر جوج قبور ماشي قبر واحد. وملي نفذ الانتقام ديالو كيقول ليها باللي ناوي يخلي باريس. ديك الساعه مرسيدس ما كتجاوبوش ولكن كتشد ليه في يدو. ولحد هنا كتسالي الاحداث ديال الفيلم ديالنا اليوم. تسناوني عاوتاني فيديوهات وملخصات جداد. بسلامه.